عشان تخس. طبعا كل الدايتات اليومين دول كتير جدا، عددهم مهول. انواع الدايتات بقت بالهبل دلوقتي، انواع ناس اللي بتتكلم في الدايت كتير جدا، وكل كلام متنوع ومتناقض في نفس الوقت. هنتكلم عن نوعين من انواع الدايت. النوعين دول هم نوعين سحريين في الدايت، معروف جدا ان هم بيدوا نتائج مذهلة جدا، وفي نفس الوقت مدعومين بدراسات شديدة من المنظمة الفيدرالية للسمنة، ومن التجارب بتاعت الناس، ومن التجارب بتاعت الدكاترة كمان. هنتكلم الأول عن الكيتوجينيك دايت. خلاص، طبعا ناس كتير جدا اتكلمت عن الكيتوجينيك دايت في الفترة الأخيرة، وقالت لك ان الكيتوجينيك دايت، طبعا الناس بتقول ده سحر، ده حاجة سحرية، ده بيشفي المريض وبيحيي الموتى وبيعمل حاجات غريبة كده. الكيتوجينيك دايت حلو طبعا، مش وحش، ولكن اي دايت في الدنيا زي ما قلنا قبل كده ان هو دايت حرماني او بيشيل جزء معين من الماكروز او من المغذيات الكبيره او المغذيات الرئيسيه، بيبقى ليه مساوئ كتير، وما ينفعش نستمر فيه على المدى الطويل. الكيتوجينيك دايت ببساطه هو عباره عن ايه؟ هو دايت آم، نسب المغذيات اللي فيه بتبقى حوالي 75% من السعرات اللي بتاخدها في اليوم بتبقى سعرات عن طريق الدهون، 15% بس من السعرات أو 20% من السعرات بتبقى عن طريق البروتين، و5% من السعرات فقط بتبقى عن طريق الكربوهيدرات. الكربوهيدرات تبقى حاجة قليلة خالص على قد ما تقدر، بيحطوها بس عشان يزودوا الألياف شوية، عشان ما يجيلكش إمساك أو يجيلك مشاكل في الهضم أو الكلام ده. آم، ايه مزاياه؟ مزاياه ببساطة ان احنا اكتشفنا هرمونيا، خلاص، على مدار دراسات طويلة جدا، على مدار ال60 سنة اللي فاتت في علم الغذاء وعلم التغذية وعلم الفسيولوجي، ان علشان تخس او علشان جسمك يبتدي يحرق الدهون بصورة افكتيف او بصورة كويسة، لازم الانسولين بتاعك يكون قليل. الحد الانسوليني بتاعك يكون قليل جدا. ومن هنا نشأ كل الكلام الجديد عن مقاومة الانسولين، وعن ان الانسولين هو العدو الرئيسي للدايت، وان الانسولين هو البعبع، والانسولين هو مش عارف ايه. هو ولا عدو ولا بعبع ولا حاجه، هو الانسولين بمنتهى البساطه هو الهرمون اللي الجسم بيفرزه طبيعي من البنكرياس علشان يهضم السكر بتاعك. ولما الانسولين بيبقى زياده في الجسم، الحرق بيقف تماما، مش اقل من ساعتين ل4 ساعات بعد العلو الانسوليني في الدم، ويبتدي حرق الدهون تاني يشتغل لما معدل الانسولين يقل في الجسم تاني. طيب، الكيتوجينيك دايت بيعمل ايه؟ الكيتوجينيك دايت بيعتمد ان لما يكون الاكل بتاعك معظمه من الدهون، الانسولين بتاعك ما بيعلاش عن نسبة معينة، اللي هي النسبة اللي بتؤيد خلاص او بتسمح بحرق الدهون بصورة مستمرة. فالميزة في الكيتوجينيك دايت ان انت بتبتدي طول ال 24 ساعة انت جسمك بيستهلك دهون، جسمك بيحرق الدهون، ما بيحرقش تقريبا كربوهيدرات خالص، لان الكربوهيدرات في دمك بتبقى قليلة. طيب، الفسيولوجي بتاعته بيشتغل ازاي؟ بمنتهى البساطة، انت لما ما يكونش فيه سكر في دمك، جسمك بياخد طاقة منين؟ جسمك بياخد طاقة عن طريق حاجة اسمها الكيتون بوديز. الكيتون بوديز او الاجسام الكيتونية. الاجسام الكيتونية دي انت لما بتخش في الكيتوزس، بتخش في الكيتوزس ازاي؟ خلينا ناخد مثال كده. انا دلوقتي ابتديت مثلا في الكيتوجينيك دايت، خلاص همنع السكريات تماما، وهيبقى السكريات مثلا بتاعتي من 5 ل10 جرام سكر في اليوم كله. بتبقى عن طريق الالياف، خلاص، الالياف اللي في الخضروات الورقيه وخلافه. السعرات بتاعتي كلها هتبقى عباره عن البروتين وعن الدهون. فيبتدي الجسم يحرق السكريات المتخزنه في الدم، وبعد كده السكريات المتخزنه في العضلات وفي الكبد على شكل الجلايكوجين. الجلايكوجين دوت لما بيستهلك، خلاص بقى ما عندناش ايه، بقى ما عندناش سكر في الدم او في الجسم كله. يبتدي الجسم يعمل حاجتين. الحاجة الأولانية إن هو يعمل عن طريق الكبد حاجة اسمها جلوكونيوجينيسيس، أو إنتاج جديد للسكر. ده بيعملها من البروتينات، خلاص بيبتدي يستهلك البروتينات اللي في الجسم. طب أنا مش عايز أستهلك البروتينات اللي في الجسم. الجسم طبعا ربنا خلقه ذكي جدا، ربنا خلقه فاهم كويس جدا إن هو لو استهلك البروتينات بصورة دائمة، ده هيعمل مشاكل كتيرة، وهيعمل خطورة بعد كده على الجسم. العضلات هتضمر، مش هيبقى عندي موصلات عصبية، ولا هيبقى عندي هرمونات، ولا هيبقى عندي خلايا، الكلام ده كله.
الحل ايه؟ الحل ان هو يبتدي يدخل الجسم في حاله من اسمها حاله الكيتوسيس. ايه هي الكيتوسيس؟ الكيتوسيس ببساطه ان انت آم، يبتدي الجسم ينتقل من حرق الجلوكوز كهو وحدة الحرق الأساسية أو وحدة الطاقة الأساسية للجسم، إلى إن هو يقلبها للكيتونز أو الأجسام الكيتونية، تبقى هي وحدة الطاقة الرئيسية في الجسم. التحول دوت خلاص تحول تدريجي، مش تحول لحظي. خلاص طبعا الجسم ما بيشتغلش بابسولوتس، مفيش حاجه مطلقه. بيبتدي يشتغل سنه سنه بنسب. يعني مثلا يبتدي عندي مصانع مثلا للسكر، عندي مصانع اللي هي في الكبد للجلوكونيوجينيسيس، عندي مصانع للاجسام الكيتونيه. هبتدي اشغل مثلا مصانع الاجسام الكيتونيه بدري خلاص بصوره قليله قوي خلاص، وابتدي استهلك السكر لحد ما مخزون السكر يخلص. ابتدي ازود المصانع الكيتونيه كتير لحد ما يوصل ان انت تبقى 100% من السعرات بتاعتك او من الطاقه بتاعتك واخدها عن طريق الاجسام الكيتونيه. الميزه في موضوع الاجسام الكيتونيه، في ناس كانت بتقول ان الاجسام الكيتونيه ما بتعديش البلاد برين بارير، ما توصلش للمخ. لا، بتوصل للمخ، بتدي طاقه للمخ، وكمان الطاقه بتاعتها للمخ هي طاقه كويسه جدا، طاقه مستقره. بيبقى في مزايا كتير جدا ليها، هنتكلم عنها لحظيا دلوقتي. ولكن هي دي الفكرة عامة عن نظام الكيتوجينيك دايت. الجسم بيستهلك الكيتونز. الكيتونز دي بتطلع منين؟ بتطلع من الدهون اللي متخزنة في الجسم. الدهون بتبتدي الجسم يبتدي ياخد الدهون اللي في الجسم يكسرها، يعمل حاجة اسمها فري فاتي اسيدز وكوليسترول، يوديهم الكبد. الكبد يبتدي يطلع لي الاجسام الكيتونية ويبتدي يستهلكها بدلا من السكر. طيب مع الوقت الجسم بيبتدي يتعود على الموضوع دوت. بتبتدي حاجه اسمها لايت كيتوزيس، مودريت كيتوزيس، وبعد كده في حاجه اسمها ديب كيتوزيس. الديب كيتوزيس دي لما الجسم بيبقى مثلا واصل ل 95 99% من الطاقه بتاعته بيبقى عن طريق الاجسام الكيتونيه. دي اكتر وقت انت بيحصل لك حرق دهون صافي من الجسم. ميزه طبعا الكيتوجينيك دايت وميزه الدايت دوت ان انت بتلاقي في اول شهر بتلاقي نفسك ممكن نزلت 20 25 كيلو مره واحده. طبعا دي حاجه ممتازه جدا بالنسبه لنا كلنا. خلاص وبالذات لو كمان انت بتبقى حابس ميه، لان الجلايكوجين والسكريات بتحبس معاها ميه. جزيء الجلايكوجين هو عباره عن جزيء جلوكوز واتنين جزيء ميه. فالجلايكوجين او شكل تخزين السكر في الجسم هو الجلايكوجين. تخيل ان انت كل جرام سكر انت مخزنه في جسمك، انت مخزن معاه 2 جرام ميه. فكده كده على طول تخزين السكر في الجسم معناه تخزين ميه على طول. طيب هو ده الكيتوجينيك دايت باختصار. خلاص انت بتبتدي تحرق دهون، تبتدي تستهلك دهون في الاكل بتاعك. 75% من اكلك دهون، 20% بروتين، و5% كربوهيدرات او سكريات. الاستهلاك الدائم للدهون يطلع الاجسام الكيتونيه. الاجسام الكيتونيه تبتدي الجسم يستهلكها كطاقه، يبتدي يستهلك الطاقه من نفسه ومن الاكل اللي انت بتديهوله. طبعا انت بتديله اوريدي دهون وهو بيستهلك الدهون بتاعته، فهو على طول ماشي في الكيتوزيس. طيب ايه قصه الكيتوجينيك دايت وابتدى ازاي؟ وهل هو ترند حديث ولا هل هو حاجه قديمه احنا عارفينها من زمان؟ طيب احنا في الوسط الطبي الكيتوجينيك دايت معروف تقريبا من 100 سنه. خلاص من العشرينات من القرن اللي فات، بعد الحرب العالميه الاولى او في نفس الوقت بتاع الحرب العالميه الاولى تقريبا، ابتدى يحصل طفره كبيره في الطب. خلاص وفي الابحاث الطبيه وفي النظريات الطبيه الحديثه، وابتدى يكتشف مرض السكري بصوره كبيره. طبعا هو اكتشف قبل كده، ولكن ابتدى يبقى الابحاث عليه تزيد بصوره كبيره، وابتدى يتعرف ان هو في مشكله بسبب مرض السكر. وان استهلاك السكر عند ناس معينه، الناس دي ما بتقدرش تفرز هرمون الانسولين من البنكرياس، بيحصل لها مشاكل كتير جدا في الجسم. من ضمنها قطع في بتر في الاطراف، قصر في النظر، بيحصل لها فشل في اعضاء الجسم وهكذا. طبعا دي اعراض السكر المزمن. في الوقت ده ما كانش عندنا البي سي ار او التخليق الكيميائي للانسولين، اللي هو الانسولين الموجود اليومين دول هو انسولين مخلق 100%. ف كان الدكاتره بتدور على حلول. طبعا الدكاتره دايما بتدور بره الصندوق، فكان اول حل